السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. رمضان يعني حلو، الحلو كله. هنعمل ايه في رمضان الحلو بتاعنا؟ هنعمل رموش الست، حاجة خطيرة جامدة جدا. بأقل تكلفة، من غير مجهود، حاجة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. هتعمليها بحاجات عندك في البيت، هتعملي الطبق الحلو الجامد ده. يلا بينا بسرعة نشوف عملنا ايه في الحلو بتاعنا ورموش الست. يلا بينا نشوف رموش الست الجامدة الحلوة دي بنعملها ازاي ومكوناتها ايه. عندي نص كوباية سكر مطحون، نص كوباية جوز الهند، نص كوباية دقيق سميد، نفس الكوباية هنعاير بيها. تمام. دي نص كوباية سمنة مسيحاها على نص كوباية زيت. تمام. ويفضل سمنة بلدي، لو ما فيش سمنة مخلوطة، سمنة نباتي، بس السمنة البلدي بتديها طعم وريحة حلوة جدا. عندي هنا بيضاية وبياض بيضة، وخدت الصفار هركنه على جنب، هقول لكم هنعمل بيه ايه. عندي معلقتين كبار لبن بودر، حطيته في حاجة على النار وحمرته كده. بصوا ما يبقاش ايه محمص قوي، عشان يديني لون وريحة حلوة جدا. دي كوبايتين دقيق عندي، نخلاهم حلو جدا، نص معلقة بيكنج باودر، ذرة ملح صغيرة خالص، وطبعا ما ننساش الفانيليا بتاعتنا. يلا بينا بسرعة بقى نشوف هنبتدي بإيه ونعمل إيه. أول حاجة عندي هجيب السكر بتاعي نص كوباية سكر بودرة، وهبتدي أنزل عليها بالسمنة والزيت بتوعي. بسم الله الرحمن الرحيم أهو. وهبتدي بقى إيه، من غير لا مضرب ولا اي حاجة، هنبتدي نقلب المكونات دي كلها في بعض لغاية ما السكر كله يدوب معانا ويختفي خالص من السمنة. نقلب حلو كده ونضربه بمضرب يدوي، بمضرب كهربائي، بس هي بسيطة وما بتاخدش وقت ولا مجهود. حاجة حلوة جدا ولازم نعملها في رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. هقلبها حلو جدا لغاية ما السكر يختفي. قلبت حلو جدا، السكر اختفى من عندي. هنزل بالبيضاية وبياض البيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما ننساش الفانيليا بتاعتنا، نص معلقة كده فانيليا، واقلب حلو جدا. ابتدي امزجهم مع بعض كده واديهم تقليبة حلوة جدا جدا. ما بتاخدش وقت خالص، وعلى طول هتعملي احلى حلويات في بيتك للولاد ولاي ضيوف عندك. هتشتريها من بره بالغالي، لا، هنعملها على طول بطريقه بسيطه وسهله ومش مكلفه. همزجهم حلو مع بعض واقلبهم حلو جدا مع بعضهم كده، وهقول لكم هنعمل ايه. قلبت المكونات بتاعتي حلو جدا. هبتدي اعمل ايه بقى؟ هنزل بالمكونات الجافه عندي. الاول هحط معلقه نص معلقه البيكنج باودر وذره الملح كده، وهنزل بيهم بقى على طول. ممكن نقلبهم تقليبه الاول كده على طول اهو، ندخلهم في بعض اهو، وهنزل بيهم على طول على المكونات السايله بتاعتي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الدقيق نزلته، وانزل بمعلقتين اللبن البودرة، نص كوباية جوز الهند، ونص كوباية السميد، وابتدي اعجن الكلام ده كله في بعضه حلو جدا. هبتدي بقى الاول الم العجينة كده بسبتيولة كده او معلقة، نلمهم حلو، وبعد كده اعجن بقى كده بايدي، الم العجينة بايدي واعجنها لغاية ما القوام يبقى حلو وناعم ومتماسك. تمام. وايه، وهوريكم دلوقتي العجينة بتاعته هتبقى عاملة ازاي. هقلب ده كله في بعضه، طبعا لسه في دقيق كتير، هقلبه حلو جدا وهقول لكم القوام بتاعه هيبقى عامل ازاي. لميت العجينة حلو جدا. بصوا، عايزة اقول لكم ريحتها خطيرة جدا من قبل ما تستوي.
هبتدي بقى اشكلها اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله، جميله وتتشكل معاكي بسهوله جدا. جبت صاج دهنته زيت، تمام، رشه زيت كده ودهنته بيها، يفضل ألمونيا عشان الألمونيا طبعا بتوزع الحراره. تمام كده. هبتدي بقى اشكلها زي ما انا عايزه، بالطول، مدوره، زي ما تحبي. انا هشكلها دلوقتي وهوريكم التشكيل اللي انا عملته. هو انا هعملها كده في ايدي كده، واعملها صوابع طويله، وهوريكم هعملها ازاي دلوقتي. انا شكلتها الشكل ده بالطول كده عشان تبقى زي بتاعه الافران. ممكن تعمليها مدوره وتضغطي عليها من النص كده، وتحطي فيها كريزايه، اي حاجه، بندقيه، فستقيه، اللي انت حباه. بس انا بفضل الشكل ده وبحبه جدا. هرصها في الصينيه، وهبتدي اشكل كل العجينه اللي معايا كلها، وهقول لكم هنعمل ايه تاني. شكلت العجينه، بصوا بسم الله ما شاء الله، من كوبايتين دقيق ونص دقيق السميد. بصوا عملنا الكميه الحلوه دي. هبتدي بقى اعمل ايه. عندي صفار البضايه اللي انا كنت شايلاها على جنب، هحط عليهم معلقه فانيليا، بسم الله، او نص معلقه كده، وقد معلقه خل، وهقلبهم حلو جدا في بعض. اقلبهم حلو كده. الخل بس عشان الزفاره، ما يبقاش فيه زفاره خالص في البيض، والفانيليا برضو تدينا ريحه حلوه. عايزه اقول لكم بقى، وانا بقرصها او بشكل العجينه، شغلت الفرن على درجه حراره 180 عشان يبقى سخن. تمام. هبتدي بقى اعمل ايه. خلاص عملت كده البيضايه اهو. هبتدي بقى ادهن كده الرموش اهو بالبيض اللي انا عملته، ندهنها كلها بسم الله، علشان تدينا كده لون حلو كده، تبقى خطيرة جدا جدا. هنا دهنة بسيطة كده من فوق الوش اهو. عايزة اقول لكم ريحتها خطيرة، السمنة البلدي كده مع الميكس بتاع الدقيق ودقيق السميد مع الفانيليا، حاجة خطيرة بجد بجد. رموش الست دي حاجة تحفة، يعني عايزاكم تجربوها، سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وعلى طول هتعمليها وتجهزيها وتاكلوا احلى حلويات في رمضان. خلاص دهنت الرموش بتاعتي بالبيض. بصوا عملت هنا صينيه مدوره، عندك بقى كريزايه، عندك فستقيه، بندقيه، ممكن تحطيها فيها وتدخليها الفرن. تمام. انا قلت بس اوريكم الطريقه. هبتدي بقى الطويله دي، هجيب كده اعلم عليها بالشوكه بالراحه، هي اهي كده بالراحه كده خالص، بظهر الشوكه كده، واعلم عليها اهي بظهر الشوكة. تمام اهو، تعليمة خفيفة كده. هكملها كلها بقى كده، وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 تستوي، ونحضر الشربات بتاعنا على طول. هقول لكم دلوقتي شرباتها ازاي. دخلتها الفرن، تمام. يلا بقى بينا على طول. الشربات بتاعها كوبايتين سكر بنفس الكوباية، هنحط كوبايتين مية بسم الله، معلقة فانيليا طبعا، وهحطهم على النار، واول ما يغلوا هعصر عليهم نص ليمونة. تمام كده، يعني 3 4 5 دقايق بالظبط، واقفل عليها. الشربات بتاعها بيبقى شبيه لشربات البسبوسة، ما بيبقاش تقيل. تمام كده. واول ما اطفي عليه على طول هحط له معلقة سمنة بلدي كده، علشان يخلي الطعم جامد جدا. هحط الشربات، واول ما الرموش تطلع من الفرن هنزل عليها بالشرباطة على طول. كده الرموش طلعت من الفرن سخنة وريحتها قلب البيت، حاجة خطيرة. بصوا كده لونها جميل جدا، والحمد لله لا نفشت ولا أي حاجة، ولا الهوا، كأنك جايباها من بره بالظبط. طبعا هي سخنة، الشربات بتاعي سخن، حطيت عليه معلقة سمنة بلدي زي ما قلت لكم، وابتدي بسم الله وانزل بيها على طول
كده اسقيها كلها واغطيها كده بورق ألمونيوم او بفوطة او بصينية. هنغطيهم كده لغاية ما الرموش تشرب الشربات بتاعها كله. بعد كده نقدمها. خلاص بقيت الكمية بتاعتي اللي في الفرن ونقدمها، وهقول لكم هنقدمها ازاي بالظبط. وبكده الحلو بتاعنا جاهز. بصوا خطيرة جدا، لونها تحفة، ريحتها جامدة جدا، طعمها حكاية. عايزة اقول لكم تجربوها. بسم الله ما شاء الله. بصوا الكمية حلوة قوي، من كوبايتين دقيق ونص دقيق سميد، حاجة بسيطة جدا طلعت لنا الكمية الحلوة دي. ريحتها خطيرة جدا. رمضان يعني رموش الست، حاجة جامدة جدا. جربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وربنا يديمها علينا نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.